السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبيباتي، اليوم نبدلوا شوية في لي موديل تاع الحلويات. راح نرجعوا شوية للحلويات التقليدية مع وصفة الجوزة اللي بزاف ناس طلبوها مني، وهذا المقادير راح يخرجوا لنا أكثر من 60 حبة. تابعوا معايا الفيديو للأخير باه تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. في غيسيبيون حطيت 400 غرام تاع الزبدة اللي تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، ورشة تاع الملح، وزوج حبات تاع البيض اللي يكونوا ثاني بدرجة حرارة الغرفة. نخلط هذه المقادير مع بعضهم البعض غير بالأصابع كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. هذه الوصفة بزاف سهلة وبنينة وتنفع للأعياد والمناسبات، وثاني كما قلت لكم تخرج لنا أكثر من 60 حبة. ودروك ضفت كمية تاع الفارينة وملعقة صغيرة خميرة حلويات وملعقة صغيرة تاع لافاني، وثاني راح نزيد نضيف الكاكاو حتى تمدلنا اللون البني الفاتح، ولما تطيب تعطينا المنظر تاع الجوزة تاعنا الحقيقية. نغربلهم ونبدا نلم في العجينة تاعي ونضيف في الفارينة غير بالعقل. العجينة نلمها غير بالأصابع. هنا بعد ما كنت لميت العجينة تاعي راح نديرها في البابي فيلم ونبدأ نشكل فيها دوائر. وزن الوحدة فيهم 8 غرام بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما كنت كملت تشكيل تاع العجينة تاعي على شكل كريات وزن الوحدة فيهم 8 غرام، نبدأ نطيب فيها. هذا هو المول اللي راح نطيب فيه الحلوى تاع الجوزة تاعنا. كاين اللي يجي فيه 8 وكاين اللي يجي فيه 16. أول حاجة إذا كان المول تاعكم جديد ادهنوه بشوية تاع الزبدة باه ما تلصق لكمش. نبدأ نحط فيها في المول تاعي اللي لازم يكون سخون ونطيبها على نار متوسطة بهذه الطريقة. ودروك لازم نزيرو مليح ونبقى نقلب فيها في الجوايه حتى طيب لنا. تقدروا تفتحوا نورمال باه تشوفوها اذا طابت لكم. لازم تزيروا مليح على المول باه تخدم لكم الشكل تاع الجوزه تاعنا. وهنا بعد ما طيبت الجوزه تاعي راح نوريكم طريقه سهله بزاف اللي هي الصفايه. راح نحو بها هذوك الزوائد. خير من نستعملوا الموس. بالموس قادر تتكسر لنا النصف تاع الجوزه تاعنا، لكن هذه الطريقه سهله. نحكم النصف تاع الجوزه تاعي ونبدا نحي في هذوك الزوائد بهذه الطريقه. بهذه الطريقة تاع الصفاية راح نتحصلوا على حبات تكون لا فينيسيون تاعهم شابة، وكاين شي حب يخرجوا لنا مسقمين من المول تاعنا. نكمل نفينيهم كاع بهذه الطريقة، وراح نشكل الحبات مع الحبات اللي كيف كيف. وكما قلت لكم هذا المقادير راح يخرجوا لنا أكثر من 60 حبة. بعد ما كملتهم كاع دروك راح نحضر الحشو تاعي. هنا حطيت كاوكاو مطحون، شويه تاع الكاطو مطحون، وبلا ما ننساو حلوه الترك اللي راح تمدلنا بناء بزاف شابه في الحشو تاعنا. نخلطهم مليح ودروك نبدا نضيف في الحسل. وعادي اذا كان الحشو تاعنا حلو لان الحلوه تاعنا ما درناش فيها كاع السكر. نبدأ نعمر فيهم بالحشو تاعي. هذه المرحلة نسيت ما صورتهاش، لكن نحكموا ملعقة صغيرة ونبدأ ندير في الحشو تاعي في هذوك الثقوب. نعمرهم كيف كيف باه كي نديروا حبة على حبة تخرج لنا جوست. هنا بعد ما كملتهم كاع الحبات تاوعي نخلي الحشو اللي في الجوزة تاعي يشد روحو ونعسلهم، ويا ربي دقيقة ونرفدها ما نخليهاش في الحسل بزاف. وهذه هي الجوزة تاعنا، زينتها بالجوزة. التزيين اختياري، تقدروا تخلوها هكاك سامبل. هذا الوصفة كما قلت لكم سهلة وتجي بزاف بنينة وتحمر لكم الوجه. إن شاء الله وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفة مع أصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. أيضا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.